الانسان كان في هاد المواضيع ديال حقا نصب، حقا سرق، حقا شهر، حقا صور، حقا ابتز. دابا راه حنا دابا غاديين في التصعيد، ومحمد ابرطال ما يتلامش لحقاش في القناه ديالو الناس تتزعم، حيت هو تيعطي مساحه للناس اللي كتصل، تيقول لهم خذوا راحتكم في الهضره، والناس فعلا طلعات. ودابا كنا سمعنا في قناه الضري، كنا سمعنا على الشكلاط وعلى 20 كيلو وعلى الكاسكيطه اللي ديال خمر الرطب وديال الفيلا، ومن اين لك هذا وهذاك الشيء اللي تباع، وعلى ظهره خلى لهم امانه، وهو دخل يؤدي العقوبه وخلاه لهم يصدقوا تصرفوا فيه وباعوه وكلاو وتبرعوا مع راساتهم وشراو العقارات وهادي وهادي وهادي. دابا راه الدكر يطلع، كنا في الشكلاط ولينا في المايزينه. ايه راه حنا دابا هذاك الشيء غادي تيتيفاليو، غادي المهم تيتمجهد. فكيف لا مول العصير يقول اعلنوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة للجميع وأطيب للمتابعين الأوفياء لهذه القناة المتواضعة. كنتمنىوكم ديروا لايك باش يخرج الفيديو للناس، لحقاش ما كنبغيش نعاودها، راني القناة ما تنخدمش عليها بزاف، فعاونوا الفيديو انه يخرج بليز. الفيديو اليوم على مول العصير اللي هو محمد أبرطال، اللي خرج هذا الصباح وقال اعلن انسحابي، وكثر الحديث والقيل والقال. اودي الخوافه هذه هدرتي صافي هتسالاو لك بزاف الهضره تقالت. غادي نعطي رايي في هذا السيد هذا ولا في هذا الانسحاب ديالو. بعدا اولا الناس اللي كتهضر على هذا الانسحاب، ما الانسحاب هو ما قالش انسحاب من اليوتيوب، قال كنسحب من هذه الهضره في هذا الملف، ياك اولا على هذا السيد اولا على هذا الشيء اللي ولا كيروج مؤخرا. وغادي نقول لكم من حقه، لانه حتى واحد فيكم اولا حتى واحد في هاد الناس اللي كيهضروا ما داز عليه اللي داز على محمد أبرطال، وحتى واحد ما خدم هاد القضيه هذه ديال هاد الجمعاوي قد محمد أبرطال. ولو يخرج هذاك الخراجات اللي فيها انزلاقات شحال من مره، ولو هذاك العصبي تيبقى انسان بعض المره كيف، ولكن الهدف كنعرفوه والشخص كنعرفوه، محمد أبرطال كيبقى انسان. هاد السيد هاد الهضره هذه اللي قال اليوم راها ماشي غير هكاك عبثيه، لحقاش اللي داز عليه راه ما داز على حتى واحد من هادو اللي كيبينوا عاد مؤخرا الشجاعه والفحوله وكذا الى اخره في التعاليق اولا في الفيديوهات. فهو واحد انسان اللي كانت عنده الجرأه انه ما يتنازلش لهاد الجمعوي وهبط معاه للمدرسه يتربى باش يتربى حتى هو. هاد القضيه هذه تحسب له، لحقاش بزاف الناس اللي كيوصلوا معاه المخزن وكيوصلوا معاه الشكايات، وشنو كيدير هاد الجمعاوي؟ عنده سياسه اللي ولات معروفه عند الجميع، كيبقى يستفز في هذاك الخصم ديالو، يبقى يستفز فيه ويحك فيه ويطحن فيه بشتى الوسائل، بهذاك الجيش اللي كيجمعوا ديال القنوات وبالجيش اللي كيجمعوا في المتابعين، ويبقى يطحن في الانسان حتى كيستفزوه كيخرجوا حتى هو يدير بحاله، اما يشهر او لا يسب شي سب علني هكاك اللي فيه متابعه. المهم حتى تيولي عنده منين يشدو تيدير ليه شكايه مقابل شكايه، يا اما نهبطوا بجوج ويا اما نتسامحوا بجوج. والاغلبيه الناس ما تتكونش موالفه لا بالمخزن لا بحباسات لا بهادي لا بديك، يعني كيفضلوا انهم يتنازلوا. ولكن محمد أبرطال كان واحد الشخص اللي رفض التنازل وخلاه يهبط يؤدي العقوبه ديالو، هذه تحسب له. من الحوايج اللي كتحسب ليه كذلك ومثال اللي بزاف الناس راهم غايبه عليهم، هو راه اولا راه من اول الناس اللي كانوا كيحاربوا النيت بصح النيت، اللي اكتشفوه النيت وكان كيجري برجليه في الواقع، طلع الجبال من مور هاد الحاله ومن مور هاد الحاله، وكان تيفضح كل شيء صوتا وصوره. وهذا الشيء هذا كان خلاه تعرض لتهديدات. كان واحد التهديد اللي منع منه ماليه، بحال اللي فاش جاو بغاو ينفذوا فيه التهديد اعترفوا ليه وقالوا ليه سير. مهم
بحال اللي بقى فيهم ولا ما عرفت كيفاش تا طرونجا وخرجت جرتو على خير. ولكن تهديد اخر اللي راه تنفذ فيه، يعني تضرب بالسلاح الابيض وما نفعوه غير رجليه، جاو ليه هو غادي الخدمه وقالوا ليه حنا في الناس الفلانيين ما بغيتيش تحشم، ما بغيتيش تفوتوا عليك، ما بغيتيش كذا، يعني ونفذوا فيه التهديد وضربوه بالسلاح الابيض طاكا بيديه، لدرجه انه بقى غادي بالدم هكاك تيجري حتى وصل الطبيب وتجا البوليس وتدار اجراءات وكاد وبزاف الاحداث كانت تتوقع. فالانسان كان في هاد المواضيع ديال حقا نصب، حقا سرق، حقا شهر، حقا صور، حقا ابتز. دابا راه حنا دابا غاديين في التصعيد، ومحمد ابرطال ما يتلامش لحقاش في القناه ديالو الناس تتزعم، حيت هو تيعطي مساحه للناس اللي كتصل، تيقول لهم خذوا راحتكم في الهضره، والناس فعلا طلعات. ودابا كنا سمعنا في قناه الضري، كنا سمعنا على الشكلاط وعلى 20 كيلو وعلى الكاسكيطه اللي ديال خمر الرطب وديال الفيلا ومن اين لك هذا وهذاك الشيء اللي تباع وعلى ظهره خلى عليهم امانه وهو دخل يؤدي العقوبه وخلاه عليهم يصدقوا تصرفوا فيه وباعوه وكلاو وتبرعوا مع راساتهم وشراو العقارات وهادي وهادي وهادي. دابا راه الدكر يطلع، كنا في الشكلاط ولينا في المايزينه. ايه راه حنا دابا هذاك الشيء غادي تيتيفاليو، غادي المهم تيتمجهد. فكيف لا مول العصير يقول اعلن انسحابي، هذه غير الشداد. وهو قال انا واحد الراجل اللي في حقيقه تيبان لي اللي عطى الله تقال في القناه ديالو من زمان، هو تيقول وتدابا تقال وكاين باقي عطى الله ما يتقال، ولكن ما كاينلاش شرح الواضحات من المفضحات. وحنايا راه داكشي كله مفضوح وكله باين، فإلا بقى تيعرك فيه عارف راسو ما يخرجش منها، وهو عارف راسو واحد الراجل الوحيد الام ديالو اللي هو اللي مسند عليه عائلته لا الصغيره ولا الكبيره، فمن حقه يتراجع للوراء. واكيد إلا تراجع هو 10 كيبانو، إلا تراجع محمد أبرطال هو حر وله كل التحية والاحترام، ولكن عرفوا بأن كي يرجع واحد كيبانو 10 تيبانو 20. من غير هذا النقاش اللي راه داير في هذه المنصة الحمراء، راه كذلك كاينه العيون التي لا تنام. فربما تنقولوا حنا توقعاتنا تجمعوا خيوط هاد الشربيكه اللي راها مشربكه. الناس تتخرج للعلن تفضح وتتقول انا الاسم ديالي الفلان الفلاني وهذا رقمي، واللي اللي بغى يتصل واللي بغى يعرف واللي بغى كذا واللي كاين ناس يقول لك لا هذا الشيء يقدر يكون مكيده من المكائد، ولكن انا لا استبعد نهائيا. حقاش الانسان اللي كيجاور واللي كيرافق واللي كيصاحب ناس كدوز ممنوعات من واحد الصنف يقدر بكل سهوله يدوز ممنوعات اخرى من صنف اخطر. الناس اللي تقدر تدخل في عائلات وما ترحمش المراهقين ومراهقات قادره ما ترحمش شعب على كمله، بلا ما نبقاو نضرقوا الشمس بالغربال. فتحيه لمحمد أبرطال، وله كل الحرية أنه يتراجع أو أنه يستمر. وراه تا واحد ما دار التضحيات اللي دار محمد أبرطال، فراه من الناس اللي أدى عليها في الواقع أدى ضريبة ديال أنه كيفضح شي حوايج اللي كيضروا في الخاطر، فضح واحد الناس اللي دارت ما بغات واستضعفات المستضعفين. واكيد لكل ظالم نهايه، وحنا كنحسوا بالنهايه قربات. يا ربي تفك اخبال هاد المظلومين والمستضعفين، ويا ربي تاخذ الحق في كل من استقوى عليهم يا مولاي الكريم. اللي بقى حتى لهذا الوقت يقول امين ويحط لايك على الله وعسى يخرج الفيديو. كما قلت راه القناه ما تنخدمش عليها، هذاك الشيء علاش. تحياتي لكم.